بتحسي أحيانًا إن ريحة شعرِك غريبة؟ النهارده عايزين نعرف سوا إيه هو السبب الحقيقي ورا الريحة دي. فروة الراس أحيانًا بتكون سبب في ريحة مش لطيفة، وده بيرجع لأسباب كتيرة منها أسباب جلدية زي مثلًا الإكزيما الدهنية، واللي بتدي ريحة شبه ريحة الخميرة، أو الصدفية واللي بيحصل فيها تراكم للجلد الميت فبيحبس تحته العرق والدهون وبيكون سبب في ريحة مش لطيفة. كمان ممكن يكون نتيجة عدوى فطرية وبتديني ريحة نفاذة، أو التهاب في بصيلات الشعر ودي عدوى بكتيرية بتكون سبب برضو في ريحة غير محببة. أو ممكن تكون راجعة لأسباب بيولوجية وهرمونية زي مثلا لو في فرط تعرق فده بيكون بيئة مثالية لنمو البكتيريا وتديني ريحة مش لطيفة. لو في فرط نشاط في الغدد الدهنية وده بيحصل في حالات زيادة الهرمونات زي حالات تكيس المبيض. أحيانا كمان الريحة دي بتكون راجعة لنمط الحياة وطريقة عنايتي بالشعر، يعني مثلا لو بتستخدمي زيوت تقيلة على الفروة أو جل على الشعر، الحاجات دي كلها بتكون بيئة مثالية لنمو الميكروبات. كمان عدد مرات الغسيل سواء الغسيل القليل أو الغسيل المفرط كلها بتغير من توازن الدهون. تغطية الشعر لفترات طويلة خصوصا وهو مبلول طبعا ده ممكن يدي ريحة زي ريحة الكمكمة. استخدام بعض الماسكات والوصفات الغير طبية زي الماسكات اللي بيكون فيها بيض وعسل وبيض مايونيز وحاجات تانية، طبعا دي أكيد هتدي ريحة مش لطيفة للشعر. كمان في بعض أنواع الأطعمة زي الأكلات اللي بيكون فيها بصل كتير، توم كتير، بعض أنواع التوابل ممكن بعضها يفرز فيه العرق ويسبب برضو ريحة مش لطيفة. لو عايزة تعرفي ازاي تتخلصي من الريحة دي وتحافظي على شعرك صحي استنينا في الجزء الثاني واللي هيكون عن طرق الوقاية والعلاج ان شاء الله. تابعينا عشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.